مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج سيني رشيد. اليوم غنحاولوا نهضروا على الاوسكار، يعني جوائز ولا حفل تسليم جوائز الاوسكار اللي غادي يكون نهار الاحد. غنحاولوا نهضروا على الحظوظ ديال اهم الافلام المرشحه واهم الممثلين المرشحين المخرجين، وعلى التوقعات ديالنا شكون غادي يربح من خلال المتابعه الافلام اللي ترشحوا لهاد الجوائز هادو. طبعا ملي كنقولوا حفل جوائز الاوسكار خصنا نعرفوا بان كاين واحد 24 جائزه كيتوزعوا في هذا الحفل هذا، وحنا في هذه الحلقه هذه ما نهضروش على دوك الاوسكارات ب 24، غنكتفيو فقط بهذوك الاوسكارات الكبرى كما كيتسماو لي اوسكار لي بري ماجور ديال الاوسكار. هما واحد 5 ولا 6 ديال الاوسكارات: اوسكار احسن فيلم، اوسكار احسن ممثل، احسن ممثله في ادوار رئيسيه، بالاضافه للاوسكار ديال الاخراج طبعا يعني احسن مخرج، والاوسكار ديال احسن سيناريو. والسيناريو فيه جوج ديال الجوائز، كاين سيناريو اصلي كاين سيناريو مقتبس. دونك حنا ما نهضرش على الجوائز كاملين لان يعني داكشي كثير بزاف، يعني واحد العدد كبير ديال الافلام، تقريبا كل جائزه تقريبا كيترشحوا ليها 5 ديال الافلام. دونك الا درتي واحد العمليه حسابيه 5 الافلام في 24 راه يعني كنهضروا على اكثر من 100 فيلم بزاف، يعني باش نهضر على اكثر من 100 فيلم. دونك حنا غنكتفيو بهذوك الجوائز الكبرى وغادي نهضروا عليهم ونهضروا على يعني المرشحين، الحظوظ ديال كل واحد والتوقع ديالنا لكل اوسكار بطبيعه الحال. غنبداو هذه الحلقه هذه من الاوسكار ديال افضل سيناريو مقتبس. يعني سيناريو مقتبس يعني كيكون مقتبس من قصه اخرى، من روايه، من قصه قصيره، من حدث، دونك ماشي سيناريو اصلي اللي كيكتبه الكاتب من الخيال ديالو، ولكن كيكتبوا بناء على قصه اخرى موجوده. هذا العام هذا كاين واحد الفيلم اللي متميز بزاف على الاخرين، هو الفيلم الالماني All Quiet on the Western East، اللي تيهضر على الحرب العالميه الاولى، على داك الطريقه باش كيتدفعوا الشباب لهذه الحرب هذه، يعني على الثمن اللي اداته اوروبا. يعني البروتوتيب الصغير هو المانيا، ولكن اوروبا بصفه عامه اللي فقدات الملايين ديال الشباب ديالها، كنقولوا الشباب راه المستقبل، يعني الرجال الغاد وهذا، وضحات بهم في واحد الحرب عبثيه ديال والو. دونك هذا الفيلم هذا كيبان ليا خارج شويه يسوق دو لو كما تنقولوا بالفرنسيه، ومتميز على الاخرين لان الانطباعات عليه انطباعات زوينه، واصلا مرشح يعني الاوسكار احسن فيلم، مرشح الاوسكار احسن فيلم اجنبي، وكما كيكون خلى واحد الانطباع زوين والناس يعني عجبهم بزاف لان يعني فيلم زوين بزاف. دونك هذا كيبان لي بان الحظوظ ديالو وافره، مع يعني تستطيع على ان يقدر يلقى واحد المنافسه صغيره مع واحد الفيلم اخر سميتو من تولكين، ان كيناقش واحد الموضوع شويه حساس، يعني واحد الموضوع ديال الساعه، الاغتصاب ديال العيالات، التعنيف ديالهم وهذا، وهذا الشيء كامل في واحد القالب شويه ديني. يعني ملي كتجمع الاعتداءات الجنسيه مع الدين تيعطيك واحد الموضوع اللي دوك المعايير اللي عزاز على الناس الاكاديميه وهذا، على الناس اللي كيصوتوا في الاكاديميه. وبالاضافه لهذا الشيء كامل الفيلم امريكي على عكس الفيلم الاخر اللي الماني، والطاقم ديالو تقريبا كله عيالات وهذا. دونك كنظن بان الا المصوتين ديال الاكاديميه صوتوا على الجانب الفني وعلى الجانب الجمالي ديال الفيلم، كنظن بان الفيلم الالماني غادي يربح هذا الاوسكار هذا. ولكن الا صوتوا بالاعتبارات الاخرين السياسيه وهذا، يعني المواضيع ديال الساعه والتاثير هذا، كنظن بان الفيلم الامريكي يقدر انه يخلق المفاجاه ويربح هذا الاوسكار هذا. بالنسبه للافلام الاخرين اللي معاهم في المسابقه، كاين ليفين فيلم تا هو زوين، كاين توب غان مافريكس، واحد البيست البوكس اوفيس، ماشي بيست سيلر كنقولها في الادب في الروايات، يعني واحد الفيلم بلوك باستر ديال البوكس اوفيس، يعني واحد الفيلم ديال شباك التذاكر اللي يقدر انه يستدرج واحد العدد كبير ديال الجماهير وهذا. بالنسبه للجائزه الثانيه اللي كتعطى في السيناريو هي جائزه احسن سيناريو اصلي، وهنا كنهضروا على السيناريو اللي كتبوا السيناريست من راسه، يعني بلا ما يقتبس من شي قصه اخرى ولا بلا ما يعاود شي قصه اخرى، يعني السيناريو ديالو هو من القصه ديالو بدعها. وفي هذه الكاتيجوري هذه الصراع ديال احسن فيلم غادي يتجدد ثاني هنا، لان الافلام من اصل 10 افلام مرشحه لاحسن فيلم غيتلاقاو هنا على هذا السيناريو هذا. وهاد 5 الافلام كلهم عندهم قصص، يعني كلهم قصص زوينه بزاف، سيناريوهات واعرين مكتوبين مزيان، يستحقوا انهم يعني ياخذوا هذا الاوسكار هذا، وغتكون المنافسه شرسه بزاف. كاين الفيلم يعني التحفه ديال ذا بانشيز اوف انيشيران، الفيلم الايرلندي الجميل جدا، واللي يعني واحد الطريقه يعني مكتوب مزيان، واحد القصه زوينه، واحد الحوار رائع جدا، يعني فيلم اللي القصه ديالو انها بسيطه كتستحق انها تاخذ الاوسكار ديال احسن سيناريو. Just don't like you no more.
You liked me yesterday. Oh, did I? Yeah. I thought you did. كاين الفيلم يعني الحدث ديال هذا العام هذا Everything Everywhere All at Once، اللي القصه اصلا فيها بزاف ديال الابداع، لان كنهضروا على المولتيفيرس يعني الميتافيرس والمولتيفيرس، الاكوان المتعدده، لي موند باراليل بواحد الطريقه زوينه بزاف. يعني القصه فيها واحد المزج رائع جدا بين الخيال وبين الواقع بواحد الطريقه زوينه، واللي كتخلي ان هذا الفيلم هذا حتى هو مرشح انه باش انه ياخذ هذا الاوسكار هذا ديال احسن سيناريو الاصلي. This is what I am from. The Alphaverse. The first universe to make contact with the others. You can call me Alpha Wayman. كاين فيلم دو فابلمانز وتقريبا راه لوطوبيوغرافي ديال ستيفن سبيلبرغ، يعني على البدايات ديالو مع السينما، كيفاش انه تعرف على هذا الفن هذا، كيفاش ان هذا الفن هذا كان واحد الخلاص بالنسبه ليه، واحد الواقع شويه واقع اجتماعي قاصح شويه، واقع عائلي قاصح شويه. دونك هنا كنهضروا على واحد الفيلم اللي من دوك النوعيه ديال الافلام اللي كيعجبوا الناس الاكاديميه ولا المصوتين الاكاديميه، لان كيهضر لهم على العالم ديالهم. راه دو فابلمان بحال كتهضر على سينما باراديزيو، بحال كتهضر على يعني دوك الافلام اللي كيهضروا لينا على البدايات ديال الناس مع السينما، ديال الحب الناس للسينما. دونك هادشي علاش كيهضر هذا الفيلم هذا بواحد القالب اجتماعي، في واحد القالب اللي شخصي بزاف، تري سوبجيكتيف. كنشوفوا يعني الحياه ديال ستيفن سبيلبرغ في البدايات ديال الشباب ديالو هذا. دونك هذا النوع ديال الافلام اللي كتغري المصوتين ديال الاكاديمي. الفيلم الاخر هو طار ديال تودفيلد، اللي حتى هو القصه ديالو زوينه بزاف بصراحه. فيلم اللي على الموسيقى وعلى الفن وبواحد الطريقه زوينه بزاف. دونك قصه فيها واحد الموضوع بالمواضيع ديال الساعه حتى هو ثقيل شويه في الموضوع ديالو، هادشي ديال الكانسلين كالتشر، هادشي ديال التحرش الجنسي وهذا بواحد الطريقه معكوسه، لان البطله هنايا امراه. دونك فيلم اللي القصه ديالو قويه شويه، واللي تهيم بالمواضيع ديال الساعه اللي كيشوفوا الناس بعينيهم مغمضين تيصوتوا عليهم. دونك حتى هو قدر انه يدير، يعني قدر انه يربح هذا الاوسكار هذا. We have a problem. Iris, you want to dance the mask? الفيلم الخامس المرشح لهذا الاوسكار هذا هو فيلم تريانجل اوف سادنس. بالنسبه لي راه هذا فيلم السنه بدون منازع، لان فيلم واعر بزاف كتابه واخراجا واداء واللي بغيتي. يعني واحد القصه رائعه جدا وثقيله بزاف، عميقه جدا، يعني فيها واحد البعد سياسي شويه، فيها واحد توش ديال الكوميديا السوداء، واحد السخريه ديال واحد دوزيام دوغري واعر تما. القصه ديال مجموعه من لي ملياردير فيهم هاد الناس، هاد الاغنياء الجدد، الاغنياء ديال الانترنت، ديال التاثير ديال هذا، يمشيو في واحد الرحله في البحر في واحد الباكبو، وغيتعرضوا لواحد الهجوم من طرف شي قراصنه، وغيغرق هذاك الباطو ديالهم، وغيحصلوا في واحد الجزيره. وهنا غتنقلب الادوار، يعني دوك الناس اللي لاباس عليهم غيفقدوا ديك القيمه الاعتباريه ديالهم، لانهم عندهم الفلوس وهذا. كما شفتوا الافلام بخمسه واعرين بزاف، لا من ناحيه الطريقه، من ناحيه القصص اللي تناولوهم. انا كيبان لي فعلا بان يعني صعيب باش تعطي واحد الحكم، ولكن خصني نعطي واحد الحكم للاسف، خصني نعطي واحد الترشيح. نقدر نقول بان الاوسكار ديال السيناريو غيمشي للفيلم Everything Everywhere All at Once. لا لشيء، لان القصه ديالو كما قلت لكم فيها بزاف ديال الابداع بالمقارنه مع الاخرين. يعني التداخل بين العوالم كيخليه انه تفوق على الاخرين، واخا كما قلت لكم الافلام الاخرين حتى هما كيستحقوا هذا الاوسكار هذا.